هكيني هكاوة على الحقرة. ايوا لا ما قدك الفين نزيدك الفيلة. ما قدنا الكوبل نتاع تاونات، زدنا الكوبل نتاع كازا اللي حتى هما بينوا على نيابهم. ايوا اللي بداتو الكوبل نتاع تارودانت غادي تكملوا الكوبل نتاع كازا. علاش زعما؟ علاش هاد الحقرة؟ وعلاش هاد الظلم؟ علاش؟ حيت مازالين صغار، حيت عاد بداو الحياة، حيت مازال ما كيفهموش شرير من الطيب، حيت داخلين بنيتهم. ولكن سمعوا، والله العظيم حتى نيتهم غادي تغلب. راه قالك سير غير مع النية، ومو النية يربح يربح. ما فهمتش علاش هاد الخبث هذا، علاش هاد التحرميات، علاش هاد السم. علاش ما تكونوش متفاهمين ومتعاونين وتبينوا صورة حسنة العرسان اللي عاد غادي يبداو الحياة نتاعهم. ولكن خليكم معايا مازال غادي نرجعوا لهاد الكوب نتاع الدار البيضاء. ولكن بغيتكم تركزوا ليا في الكوب نتاع فاس. عندي عزاز حيت كيبغيو الكوب نتاع طنجة. عندي عزاز ولكن داروا واحد الغلط بيني وبينكم. انا ما عجبنيش لان حنا اسر محافظة، حنا دولة إسلامية. واخا هاد البرنامج نتاع لالا العروسة، ولكن راه كيجيبوا الأمهات نتاع العرسان باش يكون الاحترام. راه ماشي برنامج نتاع قسمة ونصيب، راه ماشي صحاب هادو عاد تيتعرفوا على بعضياتهم. راه راجلك راه كيضرب به الكاغيط. الا لمني تدخلي لبيتك راه ما ديري، راه ما تهضري، راه ما تجلسي، وديري اللي عجبك وما شافك حد. ولكن في تلفازة مغربية كيشوفوها الأسر المغربية المحترمة. وحنايا راه حنا اش غنقول لك اللي كيتبعوا الدوزيام والمغربية والأولى، راه الناس الكبار اللي مبليين بهاد الإذاعات هادو. أما الشباب راه كلهم تليفوناتهم كيتفرجوا فاش ما بغاو، ويشوفوا اللي بغاو يدخلوا من هنا ويخرجوا من هنا. ولكن الناس الكبار راه كيتبعوا غير الأولى والمغربية والدوزيام. هادشي اللي تربينا عليه وهادشي اللي عارفينه. وباش تجيو نتوما حدا تلفازة مغربية والعالم تيشوفكم وديري داك الجلسة، راه ما عجبتنيش بصفة نهائية. المرأة جات وجلسات على الرجلين تاع راجلها عادية. ملي تكوني انت وياه في دارك، عادية. ولكن حدا انا قلت لكم حدا اسر مغربيه وفي التلفازه مغربيه، راه ماشي عاديه بصفه نهائيه. وغنكتفي بهذا القدر لانكم عندي عزاز وما نقدرش نزيد شي حاجه اخرى. نتمنى من الله على ان هذا الغلط هذا ما يتوليش يتكرر مره واحده اخرى. نحافظوا على الاخلاق ديالنا وعلى القيم ديالنا وعلى التربيه كيف ما تربينا، لان غادي نزيدو شي شويه غادي يولي بالنا هادشي عادي. وغادي يشوفوه الدراري الصغار مالين 11 و 12 عام وغادي يبداو يجيهم عادي ويديروا حتى هما هاد التصرف. هادشي اللي ما بغيناش نشوفوه كيف ما قلت لكم في التلفزه المغربيه ديالنا. وغادي نرجعوا للكوبن تاع الدار البيضاء. ايوا مالكم اختي تنتوما تنقزوا؟ مالكم اختي تنتوما خرجتوا نيابكم؟ علاش زعما هاد الحقره؟ واش حيت برنسيسه مازال صغيره؟ واش حيت عماد مازال صغير؟ علاش هاد الحقره؟ الا نتوما كبار فكبار بعقلكم، وخصكم تراعيو، وخصكم تقدروا، وخصكم تبين لهم الاغلاط ديالهم وتوجهوهم وتنصحوهم. واهم حاجه هي انكم خصكم تعاونوهم. ولكن حنا ما شفنا حتى شي ضره نتاع المعاونه، شفنا غير السم والحقد. وكتشوفوهم صغار وغاديين في واحد الطريق اللي زوينه، وبنيتهم كيف ما قلت لكم في الاول نتاع الفيديو غادي يربحوا، وانتم شاعله فيكم العافيه. امالكم هادشي ما قديتوش ديروه مع الكوبل نتاع تارودانت؟ ولا الكوبل نتاع تارودانت جاكم قاصحين ما قديتوش عليهم؟ واش بقات في التسابيح؟ واش بقات في التسابيح؟ وراه الصلاة اللي ما تنهاش على الفحشاء والمنكر راه ماشي صلاة. واش بقات في انا مؤمنة وانتي في عيلك في عيل الشيطان؟ وراه حشومة وعيب هادشي. عيب عيب تحقروهم هاد الحقرة الخيبة هادي. وفي عاد ما تبقاي حاضيه داك برنسيسة وديها في راجلك وحديه من الكوبل نتاع تارونات المرا ديالو، وحديه منها. هما الصراحة الله متواتين مع بعضياتهم، لان هذيك نقافة والفورمه تبارك الله
شوف هي واخا ماشي شي طولة ولكن الفورما عندها زويونة مقادة، المهم كل حاجة بلاصتها، داكشي هو هداك. والكوب نتاع الدار البيضاء العريس ايوب، اش غنقول لكم، حتى هو طولة وفورما مع هو واخا داير واحد الخدمة ولكن عنده ديبلوم تاع الطبخ، وهي نقافة. يعني تلاقى مرات الكوب نتاع تارودانت طباخ نقافة مع طباخ، واش غادي نقول لكم وراه مشروع واعر. واش غنقول لك اختي، وحدي راجلك حدي راجلك، راه كتبدا بخيزو، كتبدا بخيزو اختي، هاك عاد شويه ورا وراه كتكمل بالقوق. عاودني منك واللي حفر شي حفره ما يغرقش، لانك انتي حاضيه غا الحويط القصير ولكن ناسيه داكشي اللي داير بيك. وشوفي غير في جنابك، راه غتعرفي بان برنسيسه ماشي عدوتك، والعدو الحقيقي اللي عندك تما راه باين وواضح، خصك غير تحلي عينيك. واش انت ما كتشوفيش السيده غاسه هي في راجلك، فين ما تدور لها الكاميرا تصيبيها كتشوف في راجلك غاسه هي وغاسه رحانه. هادشي علاش هاد النوع نتاع البرنامج راه حرام، راه حرام الاختلاط بهاد النوعيه هادي، لان داك اللباس اللي كتلبسوه وشوفوا اكثريه نتاع العيالات تما لابسين لباس محترم، ولكن شي وحدين راهم كيلبسوا شي لباس اللي اش غنقول لك، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، راه ماشي اللباس ديالنا وماشي التقاليد ديالنا. بحال داك السروال الاورانج اللي ناضت به الزازا داك النهار، هذاك السروال الاورانج راه حشومه وعيب تلبسو هكاك حدا الرجال برانيين عليها. واخا راه شوف، راه واخا كل واحد حداه المرا ديالو، ولكن تيبقى في كل انسان واحد النسبه نتاع الشيطان، خصنا ما نحركوهش وما نوضوش وما نخرجوش على الطوع ديالو، يبقى الانسان غالب على الشيطان اللي فيه. ماشي نحركو داك الشيطان اللي فينا ونخرجوه ونقولوا الله ينعلك الشيطان شنو درنا. انا ما نكرهش هاد لاله العروسه ترجع كيف ما كانت ايامات زمان، ايامات العز، ما كان لا دار العرسان لا حتى شي حاجه، ولباس محترم والناس بدريرتهم وكيحشموا وداكشي بسماق وبتاويلو. دابا اش غنقول لكم، دابا راه طارت الحياه وطارت الحشمه وطارت البركه وطار العز، بقات غير روينه في روينه. والله يدير شي تاويل الخير، واللي وصلت معايا لهاد النقطه ما تنسونيش من لي لايك زوينه ديالكم وابوني باش يوصلكم كل جديد، ونكبروا هاد القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونقدر ندير لكم مقاطع باش تشوفوا كل حاجه صوت وصوره. شكرا بزاف لكل واحد وصل معايا لهنايا، الله يرحم لكم الوالدين والهلا يخطيكم عليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.